بكتاب الحديث وشرحها. عمل الطالب حثيان بمستشفى محمد بن ضياف بوردلة. تقدم سماحة الشيخ الطالب الطيب بعمل رحمه الله بطلب لإدارة الشؤون الدينية لتعيين الطالب حثيان معينا له بالمسجد المالكي العتيق بوردلة. وكذلك الطالب الهاشمي لدينا هو الشيخ محمد شخصية عبد الرحمن لكي يكرم شخصية الطالب حثيان أطال الله في أنفاسه. فليتفضل الجميع مشكورين على ذلك لتقديم عرفان وتقدير لهذه الشخصية البارزة العصامية. طبعا جميل هو السيد مدير الشؤون الدينية، فليتفضل الشيخ مدير الشؤون الدينية إلى منصة لتقديم أو يقدمون الشيخ طالب حثيان قنون. الشيخ طالب حثيان قنون فعاليات هذا. أذكر فقط بأن العنصر الجماعي هذه المرة في 3 أيام، في 21 22 و 23 ديسمبر. 21 ديسمبر بالأمس، أو سوف نشهد أولا التكريم طبعا على أنظاركم. سيكرم من طرف السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة المشايخ وجوه النيرة من الفرسان من العرسان. طبعا التكريم تكرم هذه الشخصية في هذه الليلة. رجاء الجميع حتى يشهد الحضور، حتى يتعرف على هذه الشخصية التي قدمت الكثير. طبعا يقدم الإنسان لمجتمعه حتى يشعر بأنه ما زال قادرا على العطاء، ما زال قادرا، وأن المجتمع يشكره على كل ما بذل من أجل هذا أو حتى من لا يسأل عنه. فمن المؤلم جدا من أركان هذا أو هذه الدنيا لا أحد النص الخدمة سوف يلبسه. طبعا في كل دفعة يلبس بالنص الخدمة لأحد الشخصيات البارزة في المجتمع. اليوم شخصية الطالب حثيان قنون، هذا العصامي الذي كون نفسه بنفسه العتيق، رئيس جمعية أبناء الخير. كلمة مقتضبة فقط حتى نبدأ الوليمة الجماعية الخاص بالجمعية. تفضل الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا وطبتم من الجنة مجلسا. وفي هذا المقام يعني أشكر جميع من ساهم من قريب أو من بعيد ماديا أو معنويا أو حتى بكلمة طيبة في إنجاح هذا التجمع. نشكر كذلك جميع الجمعيات اللي عاونونا وشاركونا في هذا الحفل، مشكورون. وكذلك شكر خاص جدا للنسوة. يعني شكر خاص جدا، يعني عاونونا حتى ماديا ومعنويا، ويطلبوا من الجميع يعني دعوات مباركات. يعني النسوة بارك الله فيهم عاونوا ماديا ومعنويا. ونشكر في الأخير أشكركم الحضور وشهية طيبة. شكرا محمود ياسين، دائما مع دعوات من السيد مدير الشؤون الدينية والأموات. تقدمكم إلى هنا إلى مدير الشؤون الدينية مباشرة. الحمد لله على نبيه وعبده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة يا رب تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون بها يا مولانا من لدنك وليا ونصيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، وحفظ من كل بلاء نزل من السماء أو من الأرض خرج، وترفع عنا المقت والقحط الذي عن طوره خرج، بجاه من صلى بالأنبياء ثم عرج، بجاه الآل والأصحاب لا سيما الأكرمين يا رب العالمين.
اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا، فاقبل بوجهك الكريم